2017 الكاوتش بقاله 8 سنين. فتحة سقف اوبا. مرسيدس برضو سابقه بكتير عشان تعمل فتحه سقف سنه 82. يا صباح الفل عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد من سوق السيارات، من السلسله بتاعت سوق السيارات. بقالي كتير قوي ما صورتش حلقه في سوق السيارات، بس جيت النهارده لسببين. اول سبب ان النهارده الجمعه الاولى في 2025، النهارده 3 يناير 2025. فجيت اشوف الصراحه هل ممكن يبقى في تغيير في سوق السيارات المستعمله، يعني في تغيير في اسعار السيارات المستعمله، هل قلت هل زادت؟ انا مثلا ما صورتهاش بقالي 3 شهور، فعايز اعرف هل هيبقى في فرق من 3 شهور لحد دلوقتي، ولو في فرق اعلى ولا في فرق اقل؟ فمش عارفين. انا جيت وقلت اشوف الكلام على ايه بالمقارنه بسوق السيارات الجديد. فالشركات قاعده بترازي في بعض. يعني اخر حاجه جديده حصلت في السوق الجديد السيارات الزيرو، ان مثلا العربيه الالانترا الاي دي عليت حوالي 30,000 الاسبوع اللي فات في كل فئات. ومثلا العربيه التيبو عملت فئه جديده كده اللي هي الفول اوبشن بس مانوال، وكانت منزلاها ب 725 خلصت، نزلتها ب 750 خلصت، لسه بقى منزلاها اول امبارح بالظبط يوم 1/1 ب 780. وده كان الباتش الثالث من الفئه التيبو اللي هي ل 24 الفول اوبشن المانيوال، نزلها ب 780,000 الاسبوع ده. على تويوتا كرولا مثلا برضو جت زودت 30,000 على كل فئه بدون اي داعي وبدون اي مقدمات، زودت 30,000. طب ليه؟ طب هل في فعلا بيع وشراء؟ طب هل مفيش؟ طب هل هم بيعملوا كده عشان تحس ان فعلا الناس، يعني واحد يبقى معاه مثلا 1.5 مليون يروح يشتري تويوتا كرولا عادي؟ مش عارف. زمان كنا بنشتري بيها رينج روفر، وزمان ده اللي هو من 3-4 سنين، يعني مش 10 سنين. فمحدش فاهم. بس خلونا نشوف بقى سوق المستعمل هل متأثر بالقرارات بتاعت السيارات الزيرو دي بالسلب ولا بالإيجاب. فخلينا نخش نشوف كام عربية كده قبل ما الدنيا تليل ونشوف الكلام على ايه. يلا بينا. بصوا بقى، أول مرة تشوفني فأنا محمد خالد، بقدم محتوى عربيات بشكل مختلف، من أول أي حاجة ليها علاقة بالعربيات. لو مهتم بالعربيات المستعملة فهتلاقي حلقة سوق السيارات كل أسبوع. لو مهتم بالعربيات الاكزوتكس هتلاقي حلقات للعربيات الاكزوتكس كتير قوي، وبنعمل لها ريفيوز، وبنروح نصور في مراسي والساحل الشمالي والحاجات اللي عملت ضجه قد كده الصيف اللي فات. ولو بتحب النمر المميزه فاهلا بيك يا معلم في اكبر بيج للنمر المميزه في مصر، لان ده اصلا اسم التشانل ايجيبت برايفت بليد. فابقى خد لفه في التشانل بعد الفيديو ده واوعدك هتنبسط. يلا بقى نكمل الفيديو ونشوف يوم النهارده هيبقى عامل يلا بينا. بصوا بقى، معانا اول عربيه النهارده شيفورليه لانوس. انتوا عارفين العربيه دي ليها غلاوه عندي خاصه كده، فدي شيفورليه لانوس 2009. تمام، دي اول حاجه في الشيفورليه واخر حاجه في الدايو. يعني الدايو اخرها 2008، بس 2009 كانت امكانيات دايو بتصنيع دايو بتقفيل دايو، بس كان عليه علامه الشيفورليه. فدي 2009 اول حاجه في الشيفورليه. معانا بقى 2009 رشه بره نظافه ومن جوه فابريكا على كلام الراجل. تعالوا نتفرج على حالتها من جوه. العربيه ما شاء الله شدتني من جوه، حتى بصوا الطابلو نضيف، التكييف نضيف مش متكسر. دايما الشيفروليه لانوس القديم، بصوا انتوا الفرش الشيفروليه لانوس القديم بتلاقوهم مبهدله شويه، لكن العربيه ما شاء الله حالتها لذيذه. العربيه ماشيه 250,000 كيلو. تمام، تعالوا نتفرج عليها من عربيه ما شاء الله حالتها كويسة جدا من جوه. السقف نظيف. انا واحد من الناس بتفرق معايا الدواخل، لان ده اللي انا قاعد فيه، يعني بتفرقش معايا من بره قوي بس تفرق معايا من جوه. تمام، دي 2009 فيها توكيلين، هو التوكيل التاني. العربية رشة من بره نظافة، من جوه فابريكا، فوارق العربية نظيفة، فوانيس جديدة، وقفتها حلوة، العجل تمام، 4 فرد كاوتش جديد على كلامه. لا اهو 40-23، يعني اخر 23 الكاوتش ده، يعني 4 فرد كاوتش جداد. عربية 250,000 كيلو، مرور مدينة نصر، القاهرة مدينة نصر، رش خارجي، دواخل فابريكا. ايه تاني بقى؟ رخصة 6 شهور، وانت تاني توكيل. في ملحوظة صغيرة في العربية اوريها لك. وريني، خش يا باشا من ورا. من هنا كده تريها على البارد، وهنا برضو كده تقريبا. هي مسمعة. هي ملحوظة صغيرة ومعمولة على البارد، لكن غير كده العربية نضيفة. ماشي، طالب فيها كام يا حاج وكام نهائي؟ ناهية خالص 275. ناهية 275. ماشي، قول لنا رقمك.
011 011 00 00 450 450 322 322 ليلانوس 2009 مرور مدينة نصر. معاك التانية دايو. طب تعالى نشوفها، استنى نقفل دي دايو 2000 وكام؟ 2006 دايو 2006 مرور اسماعيليه مرور اسماعيلية سنه ونص. رخصة سنة ونص. رشه بره كلها ما عدا السقف. رشة بره كلها ما عدا السقف. فيها دواخل دواخل. فابريكا دواخل وفيها توكيل. انا تاني ورا. انت تاني ورقة برضه. وعداد عداد 214 على ما أعتقد. هنتفرج من جوه 214. تعالوا نتفرج على حالة الدواخل دي 2006 قال. فعربية بقى بصوا باين عليها الشقة شوية يعني. بصوا التابلو لو ملزق هنا مشروخ. الكرسي باين عليه التعب. 214 عارفين دي الحالة. فالحالة التانية ك 2009 لا ما شاء الله يعني تحفة. بصوا بقى السقف. السقف هتلاقوا هنا مش عارف ايه، فرش ارضيه بس ايه مشقق شويه. تمام الحاله حلوه. الكرسي ده عايز يتربط ل 2006. العربيه يعني فوارقها لطيفه. كاوتشات بريدجستون بس اكيد قديمه. اللي بيجيب بريدجستون بينام عليه كتير قوي. فين 2017 كاوتش بقاله 8 سنين. اللي بيجيب بريدجستون بيحس ان هو لايف تايم ما بيتغيرش. فعربيه حالتها لذيذه. تعالوا نعرف سعرها كام. طالب فيها كام بقى يا ريس؟ 265. دي 265 وناهيه لا ناهيه 265 يا عم اعتبر لو حد بينفذ العربيه دي ب 60. يعني تنفيذ 260 ورقمك هو الرقم ده. هو الرقم. قولوا تاني كده 011 011 00 00 450 450 322. 322 ليه الشيفورليه. لا ليه الدايو لانوس دي والشيفورليه لانوس دي. ماشي احلى مسا عليكم. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة. اهلا. بصوا بقى احنا تقريبا الفيديو هيبقى برعاية الشيفورليه لانوس. بصوا الاثنين اللانوس دي ولا يهمكم يا رجاله. دي 2019 ودي 2020. خلينا في دي الاول. شيفورليه لانوس 2019. عربيه فابريكا بالكامل بره وجوه وبان عليها ان هي جديده ما شاء الله. العربيه بيقول لي 39,000 كيلو يعني تكاد تكون ما مشيتش. تعالوا كده. هي فعلا عربيه 39,500 والكاسيت الجديد فعلا بتاع 2019. حالة حالة التابلو، حالة الدركسيون بالتخشينة بتاعته، حالة الأبواب، حالة الكراسي. عربية فعلا ما شاء الله. 19. تعالوا نشوف من ورا. الكنبة اللي ورا يكاد يكون ما اتقعدش عليها قبل كده يعني. فالعربية ما شاء الله حالتها جميلة. هو بيقول لك 3 توكيلات. هو التوكيل الثالث. عربية فابريكا بالكامل مرور القاهرة 3 و3. التوكيل الثالث 39,000 كيلو. طالب فيها بيقول لك عند التواصل. بس عربية بالحالة دي فلا معدية يعني. أنا عارف السعر بس هو قال لي خليها عند التواصل لأن أنا هقول له سعر وهيفاصل معايا في حبة حلوين. فالناس الركيبة وهواة الحالات النظيفة عربية الصراحة من الآخر. 2019 39,000 كيلو. توكيل الثالث مرور القاهرة. دي بقى 2020 زي ما انت يا حاج. صباح الفل. 2020 30,000 كيلو. ما تقوليش ازاي 2020. انا قلت له ازاي 2020. اللي اعرفه ان اللانوس اخرها 2019. قال لي لا ده في حوالي 50-60 عربيه 2020. واتاكدت برقم الشاسيه. رقم الشاسيه تامن رقم من اليمين بيبقى حرف انجلش. بتخش في الجدول تشوف الحرف ده يعادل سنه كام. ده في اي موديل عربيه سواء لانوس او غيرها حتى لو بي ام. فدي موديل 2020 30,000 كيلو. العربية حالتها برضو باينة ان هي جديدة بس جواها 2. فما شاء الله. استنوا نستأذن. تعالوا نشوف حالة العربية. حالة الأبواب ما شاء الله. عدت 30. حالة التابلو جميلة. صباح الفل يا رجالة. أحلى مسا. لا مؤاخذة. لا عيب ما جاش. لا مؤاخذة على الدخول المفاجئ.
زي ما انت زي ما انت. اوعى تصور انا خايف. لا ما تقلقش، لا كرش ولا قفا، مفيش اي حاجه جت. احلى مسا بالشرقيه، احلى مسا بالشرقيه حبيبي يا باشا. العربيه دي مرور الشرقيه، توكيل واحد بس، 2020 30,000 كيلو زي ما احنا شفنا، ودي 2019 39,000 كيلو. العربيه حالتين طبعا فوق الزيرو بشويه، سعرهم عالي شويتين ثلاثه، بس للناس الركيبه عايز اجيب عربيه جديده، وللناس العاشقه لللانوس، لان انت بالسعر ده هتلاقي طبعا فرايتيز كتير في حتت تانية، بس للناس العاشقه لللانوس هتحب العربيتين دول قوي. تعالوا بقى ناخد رقمه واسالوه بقى. قول لي بقى رقم الكام يا ريس؟ 010 17 85 82 86. ماشي، ده للعربيتين ال 2019 وال 2020 والسعر معاك تمام كده حبيبي يا ريس. يلا تعالوا نشوف بقى ايه اللي بعديه. ماشي، دي مرسيدس 81 كامله اوتوماتيك. كامله تمام. دي اسمها ايه؟ ليها اسم من الشكل ده؟ معدل. لا اللي هو زلموكا مش عارف ايه. معدل. ده 81 معدل كامله اوتوماتيك. ماشي. فابريكا بره وجوه، مرمتين حاجات بسيطه من بره. اوكي، فابريكا بره وجوه فيها مرمات بسيطه. ماشي، وايه تاني؟ ورقه واحده مطلوب. توكيل واحد. المطلوب بعد ما نتفرج بقى هجيلك. تعالوا نتفرج. بيقول لك فابريكا بره وجوه مفتوحه. اوعى السنتر، فيها سنتر كامله كل حاجه اوتوماتيك ما شاء الله. فيها استنوا بس نوطي الكاسيت ده. هي فعلا اوتوماتيك، ازاز كهرباء، الدريكسيون شكله باور، طبعا عداد 164 مش عارفين حقيقي ولا لا. هي حالتها حلوه على اساس ان هي 82 يعني، مش هنركز بقى في الطابلو المؤشر وفي الكلام ده كله. فتحه سقف، اوبا فيها فتحه سقف. دي الحاجات دي فابريكا فيها ولا دي معموله؟ فتحه سقف فابريكا بجد ان شاء الله. مرسيدس برضو سابقه بكتير عشان تعمل فتحه سقف سنه 82، فالمرسيدس يعني العربيه حالتها ان شاء الله يعني ايه لهواة الذوق الرفيع. الباب برضو ما شاء الله. تعالوا كده بقى نتفرج على العربيه بشكل عام. 82، وبصوا حتى المساحات بتاعت الفوانيس. فماشي، مطلوب فيها كام بقى دي يا ريس؟ دي اللي هواة الذوق الرفيع دي مطلوب فيها كام؟ بعد المعاينة. طب قول لي رقمك. ماشي، 011 2003 13 23. دي للمرسيدس ال 82 الكاملة الاوتوماتيك، وزي ما احنا شفنا كاملة بمعنى اوتوماتيك، باور، سنتر، ازاز كهرباء، فتحة سقف. اكتر من كده كاملة مفيش على 82، وكل ده فابريكا فيها مش متعدل. السعر بعد المعاينة مع الرقم اللي احنا قلناه. يلا احلى مسا عليك. بصوا بقى معانا اوبترا 2021 بيقول لك 60,000 كيلو، مش عارف مفتوحة ولا لا عربية. تعالوا نتفرج على حالتها كده من جوه الأول، وبعدين نعرف بقية الإمكانيات. ومركب لها شاشة هنا بدل الكاسيت بتاعها. العداد كويس، حالة العربية كويسة. الدنيا بدأت تليل بقى، ففي الأغلب هتبقى آخر عربية يعني. على فكرة العربية دي من الحالات والأسعار الحلوة اللي شفتها النهاردة لو فابريكا بالكامل. لو ماشي، دي 2021 60,000 كيلو صح كده؟ بره وجوه، رشة كبوت بس، وفيها توكيلات. أول إيه؟ فئه اولى. دي فئة أولى؟ دي التالتة فيها فتحة سقف. لا فيها توكيل واحد. صح كده. دي فئة تالتة عشان فتحة سقف وجنوط، وفيها توكيل واحد. ودي مرور ايه ولا محافظة ايه البه دي؟ القاهرة الجديدة، رخصة سنة وتوكيل واحد ومرور القاهرة الجديدة. تمام. مطلوب فيها كام قلت لي يا ريس؟ ناهية بقى 570. تمام. قول لي رقمك. 03 وحايد 68 68 تاني 768 للشيفروليه الاوبترا ل 2021. بصوا حاطط عليها هنا بروتكشن للفانوس لونه مزرق شويه، ونفس كاوتشاتها لينج لونج. فالعربيه لا ما شاء الله حالتها حلوه، لو فعلا فابريكا بره وجوه بالكامل زي ما بيقول. السعر ده كويس عليها يعني. فاحلى مسا عليكم. تعالوا نكمل. بصوا معانا الانترا رخصة سنتين الفيوم، الانترا الجمل اللي هي الانترا ال 2011. تمام. دي 2011 تمام. الانترا 2011 اللي هي الاتش دي القديمه. عارفين انتوا الاتش دي اللي بتنزل منها دلوقتي الجديده دي بقى الجمل القديمه 2011. بيقول لك رشه بره ما عدا السقف، دواخل فابريكا، عداد 200 وشويه. تعالوا نتفرج بقى على حالتها من بره كده. عداد 200 وشويه. تعالوا نتفرج من جوه. عربية حالتها من جوه لذيذة. بيقول لك عداد 200 وشوية، اوتوماتيك. هتطلع برضو شاشة اوتوماتيك وشاشة. يعني العربية دي محفوظة من العربيات الأيقونية في الشارع المصري. دواخل فابريكا. فيها كام توكيل معلش؟ توكيل واحد ورخصة سنتين الفيوم صح كده؟ تمام. رشة بره ما عدا سقف ودواخل فابريكا. مطلوب كام يا ريس؟ 530. 530 ونفس الرقم؟ نفس الرقم.
تمام. للانترا الجمل ال 2011 ماشي، الشنطه كانت مفتوحه افتكرته فرق. وليه الاوبترا ال 2021. تمام. يلا اهلا مساء عليك. بصوا بقى معانا اخر عربيه في السوق النهارده. العربيه دي برضو من العربيات اللي انا بحبها، ما ركبتهاش كتير بس بحبها. لانسر شارك دي 2015، بيقول لك بره وجوه وعداد 168. تعالوا نتفرج عليها من جوه، ده لو في حاجه بانت قوي يعني. تسلم ايدك حبيب قلبي. الراجل ادالنا المفتاح ثانيه واحده. حاله من جوه ما شاء الله. دي عربيتك الشخصيه دي، ورقه واحده. اوكي دي فيها توكيل واحد بس، هي انت كنت ماشي بيها يعني كتالوجات، يعني باين عليك ان هي عربيتك مش صح كده؟ دي الكتالوجات بتاعتها. العربيه الصراحه من جوه فين انتوا، الطابلو نضيف، الطاره نضيفه، معمول عليها كفر، عداد 165، عليها فرش شكله جديد. مفتاح برضو مش باين عليه الشقة. عارفين انتوا في تفاصيل كده بتبين لك العربية دي ال 168 دول مشيوا ازاي، شقيانين ولا مرتاحين، فاهمين يعني؟ العربية هتلاقوا خرابيش، هتلاقوا يعني زي اللانوس اللي شفناها 2006 في اول الفيديو، هتلاقوا خرابيش، تلاقوا الطارة تعبانة، هتلاقوا الأرضية مش عارف عاملة ازاي، فبيبان ال 168 او ال 165 مشيوا ازاي. تعالوا نتفرج كده على الحالة من ورا. بصوا العربية ما شاء الله يعني نضيفة، من العربيات اللي هي الاستهلاك الشخصي او العائلي. الفرش ده جديد، الكونسولة دي متركبة، فدي اكيد يعني ادام مش بتاعتها فهتلاقوها تعبانة شوية. السقف حالته نضيفة. بصوا العربية من هنا حالتها شيك، فعربية ما شاء الله يعني حالتها. بصوا من ورا مثلا الحتة دي دايما بتبقى مكلحة وبايظة بسبب الشمس، لا نضيفة، فمتحافظ عليها. دي بره وجوه صح؟ بره وجوه بالكامل. نظام 2015، تاني فئة خليجي. تاني فئة يعني جنوط 2 ايرباك، اوكي، ABS، فرامانتي، تمام، وجنوط. دي تاني فئة اللي هو كاملة ما عدا سقف، ما عدا سقف وبصمة. دي خليجي يعني. اوكي تمام. مفتاح اللي هي الستيب. تعالوا ناخد بصة كده. دي مرور رهدي شرقية، مرور شرقية. للأسف الدنيا ضلمت قوي، بس العربية لا نضيفة. دي كانت عايزة تتغسل بس من ورا يعني. الشارك دي مع كذا حد من قرايبي، فالعربية من الصراحة من العربيات اللي برتاح فيها يعني، بحبها. بصوا من قدام، بصوا الفوارق جميلة يعني. العربية فوارقها حلوة جدا يعني، خبطات بقى البسيطة بتاعت الشارع، فوارقها كويسة. طلع الشنب الأسود اللي في عربيات شارك كتير، أنا عن نفسي ما بحبوش. فلا عربية تمام ماشي. مطلوب فيها كام دي بقى يا ريس؟ 7.5. وفيها يعني ضحك لي من ورا الكاميرا كده، فيها هزة ايه للي هينفذ يعني، للي حابب العربية وعايز عربية نظيفة يعني، اللي بيدور في شارك هو باين عليه. الفرش الاصلي تحت يعتبر ما اتقعدش عليه. لا الفرش ما شاء الله باين عليه ان هو اوكي، مش فرش من بتاع التوفيقيه يعني. حاجه حاجه نظيفه. طالب 7.5، واللي هو فيها ايه هزه كده للي عايز ينفذ، للي بيدور على الشارك وعايز حاله نظيفه وعايز ينفذ. تمام. اوتوماتيك فئه تانية اللي هي كامله ما عدا فتحه سقف. ماشي قول لي رقمك يا ريس. 010 6 3 8 16 20 للشارك 2015. فده كان فيديو النهارده. قلنا كده ناخد نبذه عن سوق السيارات المستعمل عامل ازاي، فما خدناش غير 6-7 عربيات بس النهارده كده سريعا، اللي هو ايه مقتطفات كده من كل نوع. وانا حاسس ان مفيش تغيير يعني. انا حاسس ان انا سمعت الاسعار دي من نفس اخر مره 3-4 شهور، اخر فيديو صورته يعني. نفس سعر الشارك هو نفس سعر اللانوس هو نفس سعر الاوبترا كان هو. يمكن دي كانت احسن سعر لو فعلا حالتها نظيفه. مفيش تغيير يعني. الناس طلعت في اسعار المستعمل ومسكت في رقم وما نزلتش عنه. هل بقى بتبيع بالرقم ده او لا؟ ما هم لا، انا هبيع بالرقم ده، هو الرقم ده، بعت ما بعتش مش مشكله، هبيع بكده. فسوق المستعمل غريب شويتين، بس قلنا ناخد كده نبذه عن اول جمعه في 2025 الدنيا ماشيه ازاي. زي ما انتوا شفتوا الدنيا كان يعني مفيش تحسن ومفيش سوق يعني، مفيش هبل يعني، يكاد يكون لا عادي في الطبيعي. مش عارف اقول ايه يعني، مش عارف. ممكن الناس هتطلع تشتمني تقول لي يعني هو الطبيعي ان اللانوس مش عارف بكام، وان الطبيعي ان شارك بقى لها 10 سنين مش عارف كام. هتشتم انا دلوقتي انا عارف، بس قصدي
بغض النظر هل طبيعي الاسعار دي او لا، فهي مفيش جديد. يعني الاسعار دي اللي كانت بتطلب من سنه، انا شايف هي اللي بتطلب من سنه، فكونها ثابته فخلاص تمام. يعني انت مثلا معاك 750، مش عايز تجيب الشارك ابو 10 سنين، روح هات الفيات تيبو ال 2024 المانيوال عادي. انا واحد من الناس ما بتفرقش معايا مانيوال من اوتوماتيك، يعني بالعكس انا بحب المانيوال او الفتيس المانيوال بشكل عام، لانه معمر اكتر ويستحمل الصعاب اكتر. يعني الفتيس الاوتوماتيك دايما بيبقى معروف ان هو ضعيف شويه، عايز معامله حساسه شويه كده يعني. فانت بقى عندك اوبشنز كتير. احنا من فتره، من سنه، ما كانش عندنا اوبشنز في الزيرو تحت المليون جنيه. لا النهارده احنا عندنا كذا اوبشن. عندك الفيات تيبو ال 2024، عندك الرينو تاليانت اللي هي ال 1000 سي سي التربو، عندك عايز بقى تنزل في البي واي دي، عايز تنزل في الاريزو، عايز عندك السوزوكي السيادز تحت المليون، عندك السوزوكي السويفت ديزاير حوالي 740,000، عندك الميتسوبيشي الاتراج. كل العربيات دي جديده، يعني كل العربيات دي من 8 شهور بدات تنزل وتجتاز في السوق المصري، واللي معاه رينج المليون الا بقى يجيب الزيرو. فكلها في الاول في الاخر اختيار شخصي ليك. انا يعني انت بقى بتحب تشتري المستعمل وتجرب وتجيب حاجه قديمه اعلى شويه بس كده، ولا ان انت بتحب الزيرو وخلاص حتى لو جيب حاجه اقل؟ فهي يعني خلاص احنا بقينا بنتكلم رينج العربيات. للاسف الفئه المتوسطه بتتكلم في ال 700، اقل من 700,000 هتلاقي عربيات مهكعه شويه، او عربيات بقى العاديه. فوق ال 700,000 الى ما شاء الله هتلاقي. فللاسف ده سوق العربيات وده 2025 في العربيات. ومش عارف، انت قول لي في الكومنتات ايه رايك في الاسعار دي وايه رايك في الكلام ده، ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. طلب اخير، لو حابب تشارك في كواليس الحلقات دي وتشارك في الافكار، ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام، فولو على التيك توك، وفولو على الفيسبوك، وفولو على اليوتيوب طبعا مكان ما انت بتتفرج على الفيديو، وفولو على اكونتي الشخصي. واخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تعمل سبسكرايب على الشانل بتاعتنا على الواتساب، هحط لك اللينك بتاعها في الكومنتات وفي البايو، ودي اكتر حاجه انا اكتف عليها وباخد رايكم فيها باستمرار. لو حابب تشاركني في اي حاجه اوفلاين، خش ابعت لي رساله وتعالى نحكي مع بعض فيها. او لو انت عندك معرض عربيات حابب ان احنا نصوره برضو، خش ابعت لي رساله. لو عايز تشاركني في اي حاجه اوفلاين تبقى بيني وبينك انا بس، خش ابعت لي رساله على الانستجرام، انا 24 ساعه هتلاقيني هناك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.